هارد ليك يا حاج نصر يا خليفي على الهزيمة من تشيلسي 3-0. قلب عندك يا اخويا. ده انا لو مكانك كنت اتشليت. يعني تبقوا واخدين دوري ابطال اوروبا وتهزموا ريال مدريد بالاربعة، وفي الاخر تتغلبوا من تشيلسي ابو شخة وياخد منكم البطولة. اسكت يا حاج خطيب. ده انا من ساعة الماتش ده وانا حاسس ان في كابوس. وبعدين انت بتقول فيها؟ ده انا بعد الماتش ما خلص جات لي شبه جلطة كده، بس الحمد لله لحقوني بالمحاليل والحقن. والشكل كان وحش قوي قدام ترامب وانفانتينو رئيس الفيفا. لا الف سلام عليك. وبعدين هي رئاسة الاندية كده يا عم خليفي، توتر وتعب وضغط، شغلانة مش سهلة يعني زي ما الناس فاكرة. ده انا كل شوية يجروا بيا على المستشفى، ويا ريت بيسيبوني في حالي. يجوا ورايا بالمشاكل، ده مش عايز يمضي، ده بيتخانق مع المدرب، ده مش عارف ماله، يعني حاجة تقرف. هنعمل ايه طيب؟ ما هو هم واتكتب علينا. المهم قولي، مش الاهلي الفريق بتاعك كان في البطولة دي؟ امال ما شفتكش خالص يعني، ولا كنت باين في امريكا؟ والله زي ما تقول يا حاج ناصر، احنا خدناها من قصرها وطلعنا من دور المجموعات. وبعدين يا عم احنا مش فاضيين للعب العيال ده. اصل الكلام ليك، احنا بنبني استاد جديد للاهلي، وكنت محتاج اللعيبه علشان تشتغل هناك بدل ما بياخدوا فلوس على الفاضي. عندك حق والله يا حاج بيبو. ده كل اللعيبه دلوقتي بقوا كلاب فلوس، وكله بيبص على بعضه. انا عرفت اساسا من الشغلانه دي، وبفكر ابيع النادي والاستاد ده وافتح لي مشروع كشري، وتبقى سلسله كشري الخليفي. وخلي بالك، الكشري في فرنسا هنا بيضرب نار. يا عم ده مش الكشري اللي بيضرب نار، ده اللي هياكلوه من فرنسا هم اللي هيضربوا قنابل ونار في الشوارع. وبعدين يعني مش علشان بطوله خسرتها هتبوظ المشروع اللي بقاله سنين. لا يا عم خطيب، ما انت ما تعرفش اللي فيها. ده انا لسه بايع برجين واربع صيدليات هنا في فرنسا علشان مصاريف الزفت الفرقة في البطولة دي. لبس بقى وتذاكر طيران وطفح وسم هاري كالوه، ده غير القبض بتاعهم. المهم سيبك من ده كله. انت مش عايز مني اي فلوس او اي مساعدة علشان الاستاد الجديد اللي بتبنيه ده؟ يا عم بس كفي نفسك انت الاول. احنا بفضل الله معانا فلوس تبني استادين تلاتة، يعني الخزنة عمرانة والحمد لله. انت لو عايز تعمل معايا واجب صح، اديني الواد اشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، ويا سلام لو الواد فيتينيا. جرى يا حاج خطيب؟ طب ما تيجي تمسك رئاسة باريس سان جيرمان مكاني احسن. وبعدين لما انت تاخد دول اقعد انا بيع فجل في باريس؟ ده انا لسه كنت هميل عليك وجاي اقول لك ان عايز الواد وسام ابو علي ومصطفى شوبير ادعم بهم الفرقه.